ذاك حمودي. تعال تعال معود، شلون السفرة مالتك كانت؟ نكمل الساعة تمشي. تعال تعال، شلون السفرة مالتك كانت؟ الحمد لله قصدك والله، كان مكانك خالي بالمطار. شلون الأحوال؟ خب الاحوال والله، صار لي يومين بواشنطن دي سي. اي جاي بدي اغير جو على مود وراها اسافر لاوروبا. اي فوصلت حاجز صار لي اسبوعين ومكيف واموري تمام، ومن هناك اروح تركيا وامر بكندا بكم يوم. اي بالمطار طبيت احط الجنط واخذ البوردنج على مود وين اطب للطياره. اي كان يقول لي اكو فشي اسمه اي تي اي عندك؟ اي قلت له شنو اي تي اي؟ قال لي هذا الاستيميتد تايم اوف ارايف، اللي هو الوقت مو فيزا، هو الوقت المتوقع انه توصل به كندا على مود بس تسوي ترانزيت مو على مود تنزل. اي فانطيته الجواز هذا الجميل العقده، هذا اللعنه اللي الله بلانا به. اي كان يقول لي انت ما عندك اي تي اي وانت ما زال عندك جواز العراق، لازم تقدم على الاي تي اي على مود تحصل على مود تقدر بس تمر ترانزيت مو تنزل. ويقعدوني بالمطار ساعتين، اعطاني ورقه قال لي روح قدم على الاي تي اي. المفروض هو كل الخليقه تقدم ورا 5 دقائق يجيها الورقه. هي مو فيزا، قلت لكم هي ورقه هيك بس يعطوني اياها على مود اطب ترانزيت بكندا. ما انطوني الورقه ولحد الان ما دزوا لي اياها، ودزيت رساله للسفاره يقولوا لي يومين يلا توصلك، 72 ساعه يلا توصلك الورقه، وما وصلت الورقه. ودافع $1300 على التكت، ودافع فوقها $500 مال اقامه هنا بواشنطن، ويعني استجمام وتغيير جو قبل ما اسافر. وما حصلت الاي تي اي، وبعدنا نقول هذا وينه؟ هذا النسر اللي خابصينه به ما يسوى درهم، لا عند الكنديين ولا عند الاوروبيين ولا يسوى عند اي احد اي شيء. الفلس ما يعبرونه. اليوم انا اقتنعت انه العراقي والاثيوبي والصومالي اللي الله غاضب على راسه ومعيشه بفقر، انا وياه نفس الشيء. هذا مجرد لعنه، ومليان اقامات مال دول، ومليان اختام، ومليان دنيا، ومليان عالمين. ما حد اشترى بفلس والله. والله بهذلوني 10 ساعات قاعد بالمطار اني، ومن الصبح من الساعة 10 وهسه الساعة راح تصير 11 بالليل. يعني صار لي 13 ساعة بالمطار، شفت الله صوت وصورة. زين، وما حد اشترى بفلس ولا حد عبرني. زين، وراحت فلوس الحجز، وراحت المخططات، وراحت الكسرة نفسية وكآبة ولعبان نفس. وبعدنا نصيح احنا حمرابي اخترع اول مسله، وصدام حسين حافظ على كرامه العراقي. ما حد حافظ على كرامتنا، لانه احنا ما عندنا كرامه يم الناس. احنا لو عندنا كرامه مو صدام حسين او حمرابي او فلان او علان تتعلق كرامتنا باسمه. احنا اصلا ما عندنا كرامه، ما حد يحترمنا. كافي كذب. اقتنعوا بالواقع انه احنا شعب رخيص، قيمتنا صفر عند البشر. يعرفون هذا الجواز ورا حكومه كرة ما حد يقدرها، ما راح تدافع عننا، فيستفرطونا بالمطارات. من ورا خشم يحكي وياي الضابط بمطار دلس، بينما المواطن الكندي والمواطن الايطالي والالماني يحكي بزود. ابن امه لو ترامب هو يصير ضابط الجوازات ما يقدر يحكي وياه. I don't need it. If you would like it, then give me half of cigarette. Yeah, it's mine. If you would like to take it, then give me half a cigarette. I'll sell it for 20 cents. 20 cents. عباله باسبورت، عباله الناس لك شكم شحكي عباله باسبورت امريكي، ما عباله عراقي ما حد يشتري بدرهمين. Would you like to take it and give me a cigarette, please? Instead of it, would you like to take it, bro? With cigarettes. I don't need anything from you. Just take it and give me a cigarette. I'll give you 20 cigarettes. $20. $20,000. Just take it. Oh my God. هذه قيمة جوازنا. من جوازنا ومن اسمنا عراقي. لأنك عراقي يبقى الله وعباد الله غربي على راسك وراس الخلفوك. اقطع عم اقطع صفي.